السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير والصحة وسعادة. منذ حوالي 5 ايام حضراتكم كان في واحدة امريكية عمرها 19 سنة اسمها نيكول ماري جروجر، على حسب ما أتذكر. المهم أن نيكول ماري البالغة من العمر الأمريكية البالغة من العمر 19 سنة منذ حوالي 5 أيام قتلت طالب سعودي بالطعن، عمره 25 سنة، اسمه الوليد الغرايبي. فحضراتكم طبعا الحادث دموي ومأساوي، وحصل في فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا. وهذه الأمريكية التي قتلته هربت بسيارتها، والبليت بتاعها بيقول ان السيارة بتاعتها من جورجيا. البليت بتاعها من جورجيا. وطبعا هي كانت مأجرة من صاحبة البيت اير بي ام بي، بنظام اير بي ام بي. واخر يوم ليها هو اليوم اللي قتلت فيه اخونا السعودي. ما زالت هذه الامريكية القاتلة رغم مرور 5 ايام حرة وطليقة، وما زالت الشرطة تبحث عنها. طبعا قبل كل شيء أسأل الله العلي القدير أن يرحم أخونا السعودي الوليد الغرايبي، وأن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يغسله بالماء والثلج والبرد، وأن يعفو عنه وعن خطاياه، وإن كان محسنا فليزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فليعفو الله عنه. ولكن طبعا يا اخوانا، وطبعا بأتمنى ان ربنا يمنح الصبر لأهله اللي بعتوه عشان يدرس. وقيل ان الدافع وراء الجريمة هو السرقة، لأن هذا الشخص السعودي كان بيظهر آثار النعمة عليه من محمول غالي وسيارة غالية إلى آخره. فحضراتكم الدروس المستفادة من اللي حصل: أولا إنك أنت يفضل إنك ما تسكنش في البيت ده بيأجر لإير بي ام بي، لأن ممكن يحصل إن الشخص اللي هو غير مستقر في المكان يعمل الجريمة ويهرب، لأن هو إير بي ام بي دي للراغبين في الإقامة المؤقتة. ما بقولكش ما تسكنش اير بي ام بي او ما تروحش قطعا لمبنى بيأجر اير بي ام بي، بس يفضل يعني انك انت لو لقيت مكان ما بيأجرش لناس مؤقتين، يفضل انك انت تسكن في المكان اللي كل الناس اللي فيه مقيمين اقامة مستديمة ومعروفين كويس. دي الحاجة التانية يا اخوانا، هي ان الواحد مننا واضح انه مش مفروض يظهر للآخرين، وبالذات في امريكا، آثار النعمة اللي عليه. ممكن تظهر آثار انك انت عايش عيشة متوسطة، وما بقولكش انك هتسلم نظرا لان معدلات الجريمة في امريكا عالية. عموما يا اخوانا، اكرر دعائي لاخونا بالرحمة، وأدعوكم لأنكم تدعوا له، وكذلك اللي منكم يقدر إن هو يساعد الشرطة في البحث عن المجرمة القاتلة فليفعل. وأشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.